السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. شلونكم اخواني واخواتي؟ اليوم بصلح لكم أكلة مالح أو اسمها أكلة مطبق بالخضار، وفي ناس يسمونها أكلة مطبق المالح. طبعا المطبق هذه سهلة وسريعة وخفيفة ولذيذة، ممكن تقولون عنها كل شيء. طبعا مكونة من خضار، كلها خضار، يعني أكلها يعني صحية نوعا ما. إذا كان عندك رقاق حق المطبق، تعالي نصلح أنا وياك المطبق ونشوف كيف طريقتها وكيف احنا نصلحها وسريعة. أنا يعني صلحتها لأن عيالي يحبونها كثير الصراحة، كانوا يطلبونها من برا دايم، فأنا قلت لهم ما في داعي إنكم تطلبونها من برا دايم، أنا أصلحها لكم وخلاص. إيه يعني ما تحتاج إن مجهود أو تعب، أصلحها لكم أسهل وأسرع وأنظف. فهذه النتيجة اللي يعني بنصلحها الحين، نتيجة المطبق المالح أو مطبق الخضار. طبعا الحين أنا أوريكم الخضار المطلوبة. طبعا سهلة. هذه موجودة قدامكم من خبز الرقاق أو رقاق، العجينة الرقاق هذه موجودة في الأسواق، وكراث وبصل أخضر وبقدونس أو كزبرة وطماط مقطع صغير وبيضتين وفلفل حسب الرغبة. وهذه البهارات مشكلة وفيها ملح وبربيكان وفيها فلفل أسود وبهارات مشكلة. مثل ما قلت لكم سهلة، وطبعا 100% المكونات هذه موجودة في كل بيت، ما يحتاج. نبتدي نحط المكونات مع بعض، وكلها يعني تتصلح في نفس الوقت في نفس اللحظة، يعني ما فيها أي تأجيل أو تأخير أو لا. الحين نبتدي كل الخضار اللي انتوا شفتوها الحين وريتكم حطيتهم على بعض، الكراث والبصل الأخضر والبقدونس. طبعا أنا قلت لكم بقدونس أو كزبرة حسب ما تحبون، بس أنا عفوا أنا أفضل الكزبرة في المطبق لأنها تعطيها نكهة أكثر. عرفتوا؟ الحين نحط الخضار ونحط الطماط ونحط الحين بهاراتنا. وطبعا البهارات يعني حسب، ما في بهارات معينة أبدا، البهارات الموجودة تكفي، يعني تكفي وتوفي بعد. طبعا الفلفل أنا حطيت على الجنب، أنا ممكن أحطه ممكن ما أحطه، أنا يعني على حسب الرغبة. يمكن في ناس يحبونه حار، في ناس لا ما يحبونه حار، فأنا ما حطيتها، خفت يكون حار شوي. فأنتوا إذا حابين تضيفونه ضيفوها، بس أنا وريتكم إياه على حسب، يعني إذا كان في أحد يحب سبايسي أو لا. الحين أنا مثل ما انتم شايفين أخلط المكونات مع بعض كويس على أساس البهارات يعني والبيض وكذا، وبعدين نبتدي نصلح مطبقنا الحلو. لا الحلو يعني اني امدحه، مو حلو انه هو اسمه مطبق خضر او مطبق مالح بس اقصد مطبقنا الجميل. طبعا مثل ما انتم شايفين كذا. طبعا مثل ما قلت لكم الرقاق هذه موجودة في كل الاسواق، ما يحتاج حتى يعني تطلبونها من المواقع تلقونها اسمها مكتوب رقايق مطبق. وطبعا اشكال، هي تيجي اشكال. الحين ناخذ، في ناس اذا حابين تحبون انتم تحطونها، اذا يعني عندكم وقت او عادي عندكم تصلحون الرقاق في البيت، يعني عادي في ناس يصلحونها. اذا انت مستعجلة حابة تصلحين عشاء سريع او فطور سريع، جيبيها جاهزة وانسي عليك بس تقطعين الخضار وتجهزينها، ويكون الجهاز عندك حار او التاوة لانها بتصلحها من فوق. هذا اللي جنبي جهاز اللي مثل التاوة، هذا الكهربائي، هذا سريع، يعني على ما تصلحينه يكون هو خلاص يعني صار حار بإمكانك تصلحين فيها. وطبعا أنا حاطت إنه علشان أغطيها أطبقها ببعض طحين وموية
علشان اطبقها ببعض وما تنفك. طبعا ليش انا ما حطيت بيض؟ لان البيض ممكن يعطيه لون، ممكن يغطي يعني يطبق او ما يطبق، لكن الطحين بالمويه لا، يخليها تمسك مع بعض وتطبقها اكثر مثل ما انتم شايفين كذا. طبعا اخذها واحدة واحدة، هي يعني تجي رقيقة اصلا، يعني ما يحتاج، كأنها مثل انت تعرفون عجينة السمبوسة، مثلها، بس ايش، هذه مربعة مو مثل عجينة السمبوسة مستطيلة، هذه نفسها بالضبط. يعني مثلا اذا انتم حابين تصلحونها بعجينة السمبوسة ممكن، بس ممكن تكون صغيرة، ممكن ما تتقبل كويس الا على طريقة كأنك بتحطينها مثلا مثلا بتحطينها على شكل سمبوسة، ونفس الخضرة هذه اللي موجودة ممكن. بس انا افضل عجينة هذه، ليش؟ عشان تاخذ شكل المطبق الحقيقي. معروف تعرفون المطبق الحقيقي يكون مربعة، في المطاعم يخلونها مربعة كاملة، عرفتوا؟ وبعدين يقطعونها. هنا ما يحتاج، هنا بس اخذي مربع واحد وطبقيه وهي خلاص هي كذا، ما يحتاج تقطعينها او شيء. الحين انا ادهن الجهاز بالزيت، طبعا زيت خفيف يعني ما كثر، بس علشان اقدر اسوي عليها المطبق، وطبعا حار، وفي ممكن توزنينه او تقصرينه علشان ما يحترق، يعني يحتر اكثر وذا. وبعدين سريع مرة، يعني يمكن حتى على التاوة بيكون سريع، بس انا فضلت هذه ليش؟ لانها كبيرة، ممكن اصف عليها اكثر من قطعة، عرفتوا؟ يعني اللي عنده تاوة كبيرة ويحطها على الفرن، في تاوات تجي كبيرة يعني تاخذ اكثر من حبة، فعادي. الحين انا اصفها على الجهاز، انا احاول اقرب علشان تبين بالكاميرا، عشان يطلع بالكاميرا وتشوفون كيف تسويتها كيف ذا. ارجع اكمل واحط ثاني على ما يستوون هذول الاولات. هذه انا طبعا ما حطيت مع الجهة الثانية لانكم ما راح تشوفونها، الكاميرا ما توضح كامل، فانا حطيت اللي انتي تشوفونها الحين وبوضحها لكم اكثر. طبعا ارجع اكمل نفس الطريقة ونفس ذا، واحط اصف عليه. يعني مثل ما قلت لكم سهلة، بس يعني ترى طعمها حلو وخفيفة في العشاء او فطور. يعني اذا تقولين مثلا متأخرة او شيء، هذه ما في، سريعة. شفتوا شلون؟ يعني هذه الحين امشي عليها حبة حبة، صلحها قدامكم. الصراحة يعني انا عجبوا فيها كثير كثير، وطلبوا اني اصلحها لهم مرة ثانية. طبعا ما في مشكلة، تعرفون ايش المشكلة وين؟ يمكن بس لاني انا صورت لكم الخضار مقطعة، يمكن هذا بس المجهود البسيط اللي ممكن تسوينه، انك تغسلي الخضار وتقطعينها وتفرمينها وبس. يعني انا صورت لكم مقطعة، يعني ما قطعتها قدامكم، قطعتها وجهزتها وبعدين بديت اصلحها قدامكم. بس هذه يمكن الشيء الوحيد اللي ممكن اقول يعني فيها شوية يعني وقت على ما تقطعين الخضار وتغسلينها كويس، بس بعدين التطبيق سهل. هذه بدأت تستوي مثل ما انتم شايفين، وانا ابي اوصلها للون الحلو، واكون متأكدة ان الخضار اللي جوا استوت، لان المفروض انها تكون النار هادية شوي، ما تكون عالية عشان ما يحترق، هادية علشان تعطيها اللون وعلشان الخضار اللي جوا تاخذ الاستواء. عرفتوا شلون؟ سهلة، احسن واحلى واطعم من المطاعم اكثر من، يعني ما ادري ايش اقول لكم، يعني اكثر من ايش، اكل بيت نظيف، سريع سهل، ولا وينزل حار على طول، يعني ما ياخذ وقته على ما يوصل مثلا مطعم للبيت يكون برد شوي، لا هذا على طول حار. الحين انا جالسة اقلب علشان اشيلهم واحط دفعة ثانية، بس احاول اني اقلبهم علشان لانها تعرفون الرقاق
فلازم اقلبها علشان ما تحترق. يعني انا ابيها تستوي وتاخذ اللون يعني اللون الحلو، بس من دون ما تكون يعني محترقة، لان تعرفون هذه رقيقة. شوفوا مثل كذا، انا اقصد شفتوا شلون كذا لونها مع الجهتين مرة حلوة ومستوية من جوا. شو شلون جدا 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 لذيذة. طبعا اصفها على في صحن ثاني على ما اخلص الباقي. وطبعا اذا مثلا بردت وانتي تصلحينها تحسين انها صارت باردة، تقدرين تحمينها يعني تدفينها مرة ثانية على نفس الجهاز. تدفينها بس ما تخلينها تستوي، لا تدفينها بس تقلبينها على شو، تاخذي تكون دافية بعدين تقدمينها مثل ما انتم شايفين كذا. الحين انا ابيها يعني تستوي علشان احط الدفعة الثانية. ما ابغى يعني اشتغل واصلح ويعني والها شوي او اصد عنها شوي بعدين تحترق. لازم احط عيني عليها. علشان كذا انا وقفت اني اصلح مثل ما انتم شايفين كذا على ما اخلص الدفعة ذي. مثل ما انتم شايفين شكلها مرة يجنن. هذه المجموعة الأولى لسه أشيلها حبة حبة على ما تستوي. حلو إن الواحد يعني يصلح لعيال الأشياء والأكلات اللي تحسون إنهم يحبونها وتصلحونها في البيت، أسرع وأسهل واقتصادية بعد. يعني مثلا ممكن أنا مثلا يعني ممكن أصلح لهم الأكلة هذه مثلا على حسب طلبهم أو حسب رغبتهم، يعني هم يحبون المطبق طلبوا مني اصلحها وقلت خلاص اصلحها لكم ما في مشكله. لأنها ما يحتاج اني اروح وانا عارفه اني بصلحها في البيت او بضبطها في البيت تمام. خليهم يروحون يطلبون من المطعم، لا خلاص هنا واحلى من المطعم 1000 مرة. ممكن مثلا اصلح لهم مثلا اكلات البروستد، مثل الاكلات اللي يعني تعرفون يعني شو اقول لكم، الاولاد والبنات وذا عيالنا يعني بالتحديد كلهم بشكل عام يحبون الاكلات المطاعم. يعني مهما سويتي ومهما طبختي وما صلحتي ونفس المطعم، بعضهم ترى يروحون ياكلون بس يروحون يدورون المطعم مرة ثانية. فنحاول ان نبعدهم شوي عن المطاعم شوي، منها يعني يتعلمون على اكل البيت وياخذون على اكل البيت احسن لهم من اكل المطاعم. انا والله اذكر في مرة كنا يعني من فترة يمكن قبل 4 سنوات تقريبا، اطلبوا عيالي بيتزا من المطعم، وكان المطعم هذا قبل يعني مقابل بيتنا على طول. فتسارع تسهلوا الموضوع فطلبوا هذا المطعم، كانوا باستمرار يطلبوا منه باستمرار. بس سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. اليوم اللي طلبوا فيه ذاك اليوم طلبوا فيه البيتزا كلهم صار لهم تسمم. طبعا انا وواحده من بناتي وابوهم ما كلينا، بس الباقيين كلوا وصار لهم تسمم. والله العظيم يعني ما اقول لكم قد ايش ذاك اليوم كل ابوهم في المستشفى، وانتم بكرامه الله يعزكم اسهال وتطريش، وانتم بكرامه اللي هي استفراغ، ويعني تدهورت صحتهم في دقيقة بس لأنهم كلوا الأكل هذا وتسموا. طبعا أبوهم يعني زعل وقام يعني ما أدري شو أقول لكم، فراح لهم تكلم معاهم وقال أنا بشتكيكم. هذه هي شكلها النهائي مثل ما أنتم شايفين. شوفوا شكلها حلو ونظيف وشغل بيت ومرتب. طبعا هم علشان حسوا بالذنب وخافوا ان ابوهم يشتكيهم في البلديه وكذا، يمكن يكون الاكل بايت، يمكن يكون مو بنظيف، الله اعلم. قاموا يعني يعتذرون منه وراحوا جابوا بيتزا هديه. عيالي يوم شافوها رفضوا ياكلون قطعه واحده. عقبه خلاص قاطعوه، ما عاد صاروا يطلبون من نفس المطعم، خذوا فتره يعني، مع انه والله نظيف ذا. بس ما ادري وش صار ذاك اليوم الصراحه، يعني سبحان الله. المهم الحمد لله عدت على خير، مع انهم كانوا يعني قضوا يوم وليله في المستشفى مغذيات والحمد لله على كل حال، الحمد لله عدوا منها.
وهذا أكلتنا الحلوة مطبق، اللي قلت لكم مطبق الخضار أو مطبق المالح. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم وما طولت عليكم ولا أقلقتكم بسواليفي، وعليكم بالصحة والعافية، وعلى اللي كلا واللي بياكل يا رب. لا تنسوني حبايبي من اللايك يا عمري انتو، ولا من الاشتراك للي ما اشترك. واتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم، ومع السلامة وبحفظ الله ورعايته، وإن شاء الله أشوفكم بوصفة جديدة. مع السلامة.